ذكرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا ويأتيهم ملك يأخذونهم فيرتحلون من الدنيا إلى قبورهم فيكونون تحت شهود في أعتقادهم ويتركون إخوانهم وأزواجهم وذرياتهم ويأكلون ويهربون من أموالهم قد أخذ التراب ودود لحومهم وإذاؤهم ويأتيهم منكرا ونكير في مفعلتهم وإن كانوا مؤمنين وينصرفان وإن كانوا منافقين فيعذبان ويعاقبانهم بذنوبهم إلى يوم القيامة تهجرون مع البهائم والوحش ينظرون عورتهم فمن لم يؤمن بالله فليتب إلى الله تعالى واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا أن القبر ينادي لصاحبه في يوم وليلة يا ابن آدم المغرور لنفسه أنا هلك مثلكم وأنا بيت الدود وأنا بيت القبش وأنا بيت الظلمة وأنا بيت الوحشة وأنا بيت الريق وأنا بيت القريان وأنا بيت العذاب طريق طويل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الليل والنهار عليكم شاهدان فإن فعلتم خيرا شاهدان فإن فعلتم شرا شاهدان إلى يوم القيامة ويل للكافرين. قالت عائشة رضي الله عنها فإذا دخل الكافر في قبره ينادي المنادي أن نفرشوا لهذا الأود ثوبين من النار وافتح له أبواب النار جهنم. فإذا دخل المؤمن في قبره ينادي المنادي أن نفرشوا لهذا الأود ثوبين من الجنة فرشاه في قبره قدر 500 عام. يا أيها الناس أن الدنيا دار لمن لا دار له. يا أيها الناس أن الدنيا فناء وفناء ما فيها وإياكم أن الدنيا زوال وزوال ما فيها وإياكم أن الدنيا كذاب وكذاب ما فيها. وإن لم توقنوا بذلك أين سليمان بن داود قد ملك الدنيا وجمع